صباح الخير. لسه نازل من بيتنا دلوقتي، عندي جامعة، كان عندي 3 محاضرات في سيكشن. بس انا طبعا يعني ايه، قلت هحضر السيكشن وخلاص انزل على السيكشن. يعني الساعة 10 دلوقتي، لسه نازل من بيتنا اهو. فانا مش رافع التليفون كده علشان خاطر بس الناس ما تاخدش بالها ان انا بصور فبس يعني. خلصت الحمد لله. رحت حضرت محاضرة عشان كان في كويز، فرحت حضرت غصب عني و... وكان عندي سيكشن حضرته وخلصت. فهو انا النهارده بس هو الفيديو، لا الفيديو ده يعني انا عامله علشان خاطر يعني اتكلم يعني حرفيا على كرم ربنا في مواقف كتير، يعني مواقف كتير حصلت معايا. يعني مثلا بصور. طب ماشي، يلا قشطه، يلا تعالوا ورايا، هنروح من هنا بقى. إيه، مواقف كتير حصلت معايا يعني حرفيا. بالرغم ان الواحد ممكن يكون بيعصي ربنا، وممكن يعني حرفيا بتعمل المعاصي الدنيا والاخره، وفجاه بتلاقي كرم ربنا لدرجه ان انت اصلا بتتكسف من نفسك كده، اللي هو انا ربنا كريم قوي وربنا وفقني، بالرغم ان انا يعني انا قاعد بعصيه، يعني انا بعصيه وربنا بيكرمني. فيعني مثلا تكون انت لسه بتعمل معاصي دلوقتي، والنتيجه بتاعتك فجاه نزلت، وانت كنت لسه عامل معصيه والنتيجه بتاعتك نزلت، وتلاقي ان انت ربنا كرمك اخر كرم، بالرغم ان انت ما تستاهلش، بس ربنا كريم حرفيا. مثلا هقول لك موقف. كان قبل كده كان عندنا في ترم نسا، تمام. فالترم ده انا كنت يعني حرفيا كنت انا داخل العملي والشفوي، كنت مذاكر اللي هو محاضرتين من 12 محاضرتين، ومذاكر السكاشن اللي هو العملي. المهم جيت ابص، والله العظيم انا ما ذاكرت غير محاضرتين. دخلت انا ما جاليش سؤال الا من المحاضرتين، يعني المحاضرتين دول جاليش سؤالين منهم، ما جاليش من حاجه تانية. يعني الواحد طالع يعني ربنا كريم قوي. طب انا بعصيه ليه؟ لما يعني انا المفروض انا مكسوف من نفسي. انا ليه اعصي ربنا وربنا كريم معايا كده؟ مره تانية برضو كان عندي امتحان عملي وشفوي برضه، وكنت انا داخل حرفيا يعني اقل مجهود دراسي واقل مذاكره اعملها في حياتي. اجي ابص الاقي ان الاسئله جايه لي من اول محاضرتين، يعني اللي هو يا يوسف انت، اللي هو كرم ربنا بقى يعني. المهم انا حاسس الناس قاعده تبص لي، فاكلمك بقى اما اروح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. رجعت البيت الحمد لله. قلت هنام ساعه ونص، فنمت كتير قوي الصراحه يعني، وصحيت. ف مش عارف، دماغي قالت لي يا واد يا يوسف انزل اشتري حاجه، فانا نازل اشتري اي حاجه من تحت. المهم قلت والله لازم اكلمك وانا ماشي، بالرغم ان الدنيا ضلمه يعني حواليا وانا ماشي وانا نازل دلوقتي. المهم انا كنت بكلمك على كرم ربنا وكده. ف بص، انت لو جيت تبص يعني حرفيا انت عدى عليك مواقف كتير جدا، مواقف كتير انت ما كنتش تستاهل انك يعني حرفيا تجيب اي حاجه او توصل لاي حاجه، وتيجي تبص تلاقي ربنا اكرمك. يعني انت ما تستاهلش والله، ده انت بتعمل ذنوب الدنيا والاخره، واللي هو يعني ولله المثل الاعلى. انت لو بتعمل كده مع حد، ده انت بص اللي هو مش يعني حرفيا مش هيديك اي حاجه، انت فاهم. ف آه، فاللي هو قبل ما تيأس، وقبل ما تفكر في اي حاجه يعني تخليك تيأس او كده، فانت افتكر ربنا واقف معاك دايما، يعني حرفيا ربنا كان واقف معاك دايما في اي حاجه انت مريت بيها. ف معلش بس الناس بتلعب كوره هنا. آه، المهم انا مش عارف اتكلم وانا ماشي الصراحه يعني، فانا ممكن بقى اكلمك اما اروح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مساء الخير او صباح الخير، يعني على حسب انت بتشوفني الساعة كام. هي الساعة دلوقتي 12 ونص يعني صباحا. المهم يا صديقي، حبيت ان انا اكمل لك بقى الموضوع. انا لما بكون قاعد في اوضتي بحس ان انا يعني مش متوتر، بحس ان انا بعرف اتكلم اكتر. يعني انا خايف اكون بحسد نفسي وان انا المهم. بص يا صديقي، فالمهم ان انت كل ما تيجي مثلا انك تيأس، او ان انت وانت مثلا لقيت ان انت وراك حاجات كتير او كلام من ده كله، يعني لازم تتذكر المواقف اللي انت عديت بيها قبل كده، وتتذكر ان انت كنت ساعتها اصلا ما تستاهلش اي حاجة وربنا وفقك. واللي وفقك ساعتها هو ربنا، يعني ربنا واحد، انت فاهم؟ يعني اللي وفقك قبل كده هو اللي هيوفقك دلوقتي، هو اللي هيوفقك بعد كده، وهكذا. فانت المفروض ان انت تفكر بالمنطق ده. مش كل شويه الشيطان يجي لك ويقول لك هو انت مثلا هتلحق تخلص اللي وراك ولا لا. الشيطان ما يجيش يقول لك هو انت هتعمل كذا ولا لا. طب هو انا بادئ متاخر ولا ما اعرفش ايه. طب انا بيجي في دماغك وساوس كتير، وبتخليك انك تيأس من رحمه ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم مين؟ الا القوم الكافرون. يعني انت ما انتش كافر، ده انت مسلم مؤمن موحد بالله. المفروض ان انت دايما الثقة بالله سبحانه وتعالى. انت ابدا 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 اوعى تيأس من رحمة ربنا. ربنا قادر على كل شيء حرفيا والله العظيم. طب ليه يا يوسف انت يعني مثلا ده الفيديو الثالث ان انت طالع؟ يعني الفيديو الاولاني انت اتكلمت على اتكلمت على المذاكرة برضو، والفيديو التاني جيت اتكلمت عن الصلاة، والفيديو التالت برضو جاي تتكلم عن الموضوع ده وعن كرم ربنا والموضوع ده كله. لان انا شايف ان ده الوقت المناسب اللي انا اتكلم في الموضوع ده. احنا في فترة امتحانات. انا ذات نفسي والله العظيم الكلام اللي انا بقوله لك ده انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لك، فاهمني؟ يعني هو انا مثلا مش كلام يعني ان انا طالع اقوله وخلاص، لا. انا لان انا عندي مذاكرة ممكن كتيرة زيك، فاهم؟ يعني انا مثلا انا في نفس البحر، في يعني معاك احنا كلنا بنغرق سوا كده. فبالتالي الكلام اللي انا بقوله لنفسي بحاول ان انا اقوله لك، وان احنا نطلع من اللي احنا فيه ده على خير ان شاء الله، وكده كده هنطلع منه على خير ان شاء الله. يعني ده ثقة بالله ان شاء الله يعني. فالمهم فانا ساعه ما كنت وانا في الجامعه كنت بحكي لك على مواقف عدت عليا، وكنت متوتر الصراحه وانا بحكي، يعني عشان خاطر انا الناس بتوتر لما حد بيبص عليا وانا ماسك التليفون وبصور وكده. يعني بحس ان عشان الناس بس ما تبصليش بصات غريبه يعني. المهم ما علينا. فانا حكيت يعني اكتر من موقف حصل معايا. والمواقف كتير جدا والله العظيم، المواقف كتير جدا. ممكن اكون مثلا كان عندي النتيجة تاني يوم حرفيا والله العظيم. النتيجة بتاعتي مثلا كانت تاني يوم او كانت في نفس اليوم الصراحة يعني. ففي نفس اليوم ده ممكن انا ايا يكن انا زعلت ربنا مني، ايا يكن زعلته في يعني زعلت ربنا مني. يعني ربنا يا رب يغفر لنا جميعا يا رب يعني. المهم فجيت ابص، جيت النتيجه لما ظهرت لقيت نفسي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله جايب نتيجه كبيره جدا. يعني نتيجه جميله جدا. فاللي هو انا بقيت اللي هو انت غبي، انت غبي، انت بتعصي ربنا وربنا وفقك. ده انت نتيجتك يعني اللي هو ده انا ما كنتش متوقع، انا كنت متوقع ان انا اجيب اقل من كده. مع ان انا كنت واثق في ربنا، بس اللي هو انا حلي ما كانش يجيب النتيجه دي. انت فاهم القصه؟ فاللي هو اكتر من موقف اجي ابص الاقي ان انا مزعل ربنا مني اصلا. انا بمر بفتره مش كويسه اصلا في علاقتي مع ربنا، واجي ابص الاقي ربنا بيكرمني. طب هل ده معناه ان انا افضل امشي وحش زي ما انا؟ هل ده معناه ان انا ما اقربش من ربنا وافضل طول الوقت ان انا بعيد واقول انا كده كده ربنا هيكرمني؟ اكيد لا. يعني ربنا بيقولك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما انت لازم تسمع كلام ربنا، ولازم تمشي في طريق ربنا عشان ربنا يوفقك، علشان خاطر ربنا يكرمك بجد والله. التليفون فصل وانا بصور. المهم فحب بقى انا كنت نسيت والله انا كنت بقول لك ايه اصلا. ف استنى بس كده اما اثبت التليفون تاني. انا في حد كان علق لي تعليق قبل كده كان بيقول لي حط التليفون على ستاند او على حاجه. انا عندي على فكره ستاند، وعندي ستاند في الدولاب، وعندي حاجات يعني اضواء ودنيا وحوارات. بس انا مش حابب ان انا احط التليفون على ستاند الصراحه يعني. يعني حاسس ان انا واخد الموضوع فورمال قوي يعني. بس انا حابب ان انا اكون على طبيعتي، وان انا اركن التليفون عادي، وان انا ما اعرفش ايه. يعني مش حابب ان انا اثبت التليفون على حاجه.
المهم اكمل بس الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه. انا مش فاكر انا كنت وصلت لايه الصراحه يعني. انا مش عارف، انا محتاج حد يفكرني والله. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. المهم، فزي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى قال، آه، فزي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لا اله الا الله، في قطط بتتخانق بره. انا نكمل نكمل. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، والمفروض ان دي كواليس، والمفروض ان انا يعني مش كواليس، المفروض الحاجات دي اصلا اشيلها من الفيديو. بس انا مش هشتغل حاجه، انا هشتغل بس يعني السكت يعني. المهم يلا نكمل. فانت من النهارده كده تتفائل، واهم حاجه تتفائل. ربنا سبحانه وتعالى قال: انا عند ظن عبدي بي، يعني فليظن بي ما شاء. يعني انت يعني بمجرد بس انك تثق في ربنا، انت فاهم، بمجرد الظن بس ان انت ربنا هيوفقك، هتلاقي ربنا هيوفقك، فاهم، بالسعي طبعا يعني. ان انت لازم تكون متوكل على ربنا، وتسعى 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 وتسعى، ما توقفش خالص. آه، ممكن ان انت تشوف الكلام اللي انا بقوله ممكن يكون كلام بديهي، مش عارف الصراحة، بس انت لازم تعمل كده. يعني انا كل ما بتعطل معايا بفكر التفكير ده الصراحه، اللي هو ده يوسف، يعني انت عدى عليك موقف واحد اتنين تلاته والدنيا كانت معاك زي الفل الحمد لله، فانت جاي دلوقتي تيأس يعني؟ ولا جاي دلوقتي اصلا تقول انا مش هعرف وانا مش هعرف؟ انت فاهم يعني. انا هقول لك حاجه، والله العظيم والله العظيم، انا عندي لسه عند الامتحانات اسبوعين بالظبط. هتقول لي يا يوسف ايه فكرتك مثلا؟ انا في ترم اطفال على فكره يعني. ايه فكرتك يا يوسف عن السكاشن؟ هقول لك والله لا، يعني انا ما اعرفش حاجه. طبعا المحاضرات اللي انا ذاكرته تبع الميد ترم. طيب ايه يا يوسف، انت ما بتذاكرش ليه؟ انت بتقول لنا ذاكر وانت ما بتذاكرش. لا والله مش حوار كده. انا في اخر ترم خلاص تمام، وانا بحاول ان انا اجاهد نفسي ان انا اذاكر والله يعني. هو الموضوع بتحس ان هو تقيل شويه على قلبك وما اعرفش ايه وكلام من ده كله، بس انا بحاول ان انا اجاهد نفسي. وانا يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله. هو انا كده كده واخد النهارده اجازه تمام، يعني انا واخد النهارده اجازه علشان انا كده كده ان شاء الله هبدا يعني، لان انا عندي امتحانات الفتره الجايه دي كلها بكره وبعده 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 فالمفروض ان انا هذاكر اصلا الامتحانات دي كلها. سواء ان انا هذاكر لنفسي طبعا كمعلومات ليا، وفي نفس الوقت ان انا هذاكر عشان خاطر الامتحانات. بس فاللي هو خير يعني، انا مش قلقان ومش خايف ولا اي حاجه، بالرغم ان انت لو انا جيت ابص لها، فانا الموضوع صعب والموضوع رخم، والموضوع يخليك تقلق وتخاف، يعني الموضوع يخوف حرفيا. بس عادي، عادي، انا سايبها لله. انا سايبها لله ومتوكل على ربنا ومحسن الظن بيه ان شاء الله ان انا هبدا وان انا هذاكر وان انا هكمل عادي. انت فاهم، ما تقعدش بقى تفكر بقى والافكار السلبيه تيجي في دماغك وتفكر تفكير سلبي وي وي والكلام ده كله. ملهاش لازمه، والله ما لها لازمه التفكير السلبي. إيه وبس. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى انك تكون استفدت، وانك تعمل اللي عليك وتسعى، وتسيبها لله. واو، في الاخر بقى لو انت وصلت بقى في اخر الفيديو، فانا مش محتاج اقول لك انك شخص جميل جدا والله، يعني انك تسمعني اصلا وتستحملني الفيديو ده كله وتوصل في اخر الفيديو. انا فيديوهاتي طويله شويه، بس علشان خاطر بس انا بفكر يعني مش بفكر يعني وانا بتكلم كده، اللي هو انت فاهم، انت اكيد فاهمني. المهم لا اله الا الله. انت شخص جميل، ويعني ولك كل الشكر والاحترام انك توصل لاخر الفيديو. فلما توصل في اخر الفيديو، لو انت عارفني اصلا ومشترك في القناه، فانا مش عارف اقول لك ايه، انت جميل. ولو انت مش مشترك في القناه ودخلت وشفت برضك الفيديو للاخر، انت جميل برضه. بس يعني اللي هو ايه، انا زي ما قلت قبل كده في اي فيديو، انا ما بحبش اقول لحد يعمل لي اشتراك ولا اقول لحد يعمل لي اي حاجه ولا كده. انت لو عجبك الفيديو اكيد انت يعني انت من نفسك، يعني انت شخص كريم وجميل جدا والله. إيه يعني انا ما كنتش متخيل ان انا اوصل 10000 مشترك، يعني لسه حاجه بسيطه عن ال 10000، واللي هو القادم اجمل ان شاء الله. وانا والله العظيم انا كل اللي انا ببص له ان انا عدد الناس اللي بيتفرجوا عليا كتير، فيستفيدوا مني، او ان انا لو عندي معلومه صغيره. بص انا اقول لك حاجه، انت ممكن في ناس كتير جدا على اليوتيوب، ناس عندهم معلومات اكتر مني، وناس ممكن بتقدم محتوى احسن مني، وناس بتصور في مكان افضل مني، وبتعمل اللي هو ناس متخصصين اصلا في الموضوع، لكن كلهم على دماغي والله. بس هو الموضوع كله انا لو عندي معلومه صغيره قد كده، او ان انا عايز اقول لك اي حاجه حتى لو قليله قد كده،
لازم اقولها لك طبعا. يعني انت، يعني انا احبك في الله. والله العظيم. ومش بقول كده علشان خاطر ان انا بصور وما اعرفش ايه، لاني انا يعني حرفيا انا بحب كل الناس. يعني انا بحب الكل وبحبهم في الله والله، مش علشان خاطر حاجة. ومش بقول لك كده علشان خاطر انت ورا الكاميرا ولا الكلام من ده كله، والله العظيم يعني، وربنا اعلم بنيتي. لا انا فعلا انا بحبك وبحب اي حد اصلا بيتابعني، وبحب الناس كلها. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الناس تكون بتحبني برضه. اكيد يعني الناس مش كلها هتكون مجمعين عليا، اكيد في ناس يعني هتكون مش بتحبني عادي، يعني برضه انا متقبل. لتالت مرة الفيديو يفصل مني. المهم، عشان بس انا طولت عليك. آه، يلا اقابلك في الفيديو الجاي اللي هو بعد الامتحانات. والله العظيم انا قلت لازم اصور الفيديو ده، مع ان انا قايل لك في الفيديو اللي فات ان انا ما عدتش مصور خالص الا بعد الامتحانات بقى. بس هو الفيديو ده اخر فيديو. ما عدتش مصور تاني الا بعد الامتحانات. يلا سلام.